عمرك سألت نفسك ازاي تطلع فيديو ريلز متكامل بالشكل ده في اسرع وقت واسهل خطوات من اول الفكره لحد ما تصدر الفيديو من البرنامج؟ النهارده انا مش بس هشرح نظري، انا هوريك مشروع اشتغلت عليه فعليا وهاخدك معايا في كل خطوه من اول ما العميل كلمني. ولو فضلت معايا لاخر الفيديو هتعرف تعمل فيديو زي ده بنفسك حتى لو لسه مبتدئ، وفي هديه علشانك لو كملت لاخر الفيديو. اول حاجه طلب العميل كان جايب لي فيديو بالعرض وكان عايز ناخد منه فيديو بالطول، والعميل ما قاليش اي تفاصيل تاني في الفيديو، بس انا كنت شغال معاه قبل كده وعارف باليت الالوان اللي احنا بنشتغل معاها، وهعرفك ازاي تجيبها في الفيديو. بعد ما عرفنا متطلبات العميل هنخش على اهم مرحله عندنا في الفيديو وهي التخطيط. اي فيديو عندنا بيتقسم لثلاث حاجات: هوك وبادي وسي تي اي. لازم تعرف كل جزء من الثانيه كام لكام. طيب هنستفاد ايه؟ اول حاجه الهوك عندنا لازم يبقى فيه اقوى شغل انت بتعمله، لان الهوك لو ما جذبش المشاهد الفيديو ملوش اي لازمه لانه مش هيكمل الباقي. طيب عشان تجيب افكار كويسه لازم تغذي بصرك بفيديوهات كتيره جدا في نفس المجال اللي انت هتعمل عليه الفيديو. تاني حاجه عندنا البادي، وده بيبقى في الاغلب الجزء الاكبر من الفيديو. طيب احنا ممكن نقسمه لاكتر من حاجه، ده في مرحله التخطيط. ممكن نحط فيه مشاهد 3 دي، او ممكن نحط فيه بي رول او صور معموله بالاي اي. لازم يبقى عندك اكتر من اختيار عشان تعرف توزعهم على الفيديو، ولازم يكون في مساحه ان الفيديو يظهر كل شويه. بمعنى مش ينفع مثلا نخلي انيميشن 20 ثانيه وهو الفيديو كله دقيقه، لا، ممكن تعمل انيميشن 10 ثواني بعد كده الشخص يظهر 5 ثواني، وعلى هكذا تعمل بي رول عشان يبقى الفيديو معاك في الاخر شكله متوازن ومريح للعين اكتر. واخر حاجه عندنا السي تي اي اللي هو الكول تو اكشن، اللي بيوجه للمشاهد يعمل ايه في الاخر، زي اللي احنا بنقول له اكتب كومنت بكلمه كذا لو عايز توصلك الحاجه على الخاص، او سيب متابعه. ده السي تي اي. الكلام ده مهم جدا تعمله قبل ما تشتغل عملي، ولو تعرف كمان ترسم المشاهد وتتخيلها هيبقى احسن بكتير عشان تعرف تنجز اسرع وانت بتشتغل، ما تكونش في حاجه واقفه قدامك، وفي الاخر الفيديو هيطلع متوازن وهيعجب العميل ان شاء الله. التخطيط من غير التنفيذ العملي ملوش اي لازمه، عشان كده هنبدا دلوقتي نشتغل عمل على البرنامج. طيب يا شباب، هنبدا ان شاء الله دلوقتي نشتغل على الفيديو. هنبدا نطبق في الجزء العملي. اول حاجه انا مجهز هنا كل الداتا اللي احنا هنشتغل عليها، من ايكون لهنا للعناصر، لكل حاجه احنا مجهزينها مع بعض باذن الله، وكل الحاجات دي هتلاقيها في لينك التليجرام في الوصف. طيب دلوقتي هنبدا دلوقتي نفتح البريمير. طيب هنبدا دلوقتي ندوس على نيو بروجكت، وهنبدا نسمي المشروع بتاعنا. انا هسميه مثلا تيست، وهتدوس على كرييت. طيب ما انا عندي في مشروع كنت مسميه قبل كده فهسميه تيست واحد، مش مشكله، وهندوس كرييت. بعد كده هتدوس هنا سكيب تحت. طيب هنا بيقول لك هنا دروب ميديا، هنبدأ نختار الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. طيب أول حاجة العميل كان باعت لي الفيديو بالعرض، وعايز من الفيديو ده هنعمل فيديو شورت، فيديو ريلز. طيب فأول حاجة هنعوز نعملها هنغير مقاس الفيديو. هتيجي هنا عند كلمة بروجكت فوق هنا على الشمال، هتروح جاي أول حاجة الأول ازاي تعمل الورك سبيس اللي انت شايفها قدامك دي. في الأول هتيجي تخش على كلمة ويندو على ورك سبيس، هتلاقيها عندك هنا ممكن تبقى معمولة على essential، هتلاقي شكلها عندك كده في الأغلب. هتروح جاي دايس على window، بعد كده على work space، وهتخليها على vertical عشان هنشتغل على فيديو بالطول. طيب هتيجي هنا على الفيديو هتدوس كليك يمين، بعد كده بتروح دايس على sequence setting. جميل. وهتروح عند الفريم سايز هنا هتروح جاي مخليها 1080 في 1920، وهتدوس اوكي. طيب بعد كده هتروح جاي دايس على الفيديو اللي احنا لسه حاطينه على التايم لاين، وهتدوس على السكيل ده اللي هيبدأ يكبر حجم الفيديو، وهنبدأ نكبره لحد من الحتت السوداء دي كلها تروح زي ما انت شايف قدامك كده. جميل، بس هو كده مظبوط. طيب احنا هنا بالسكرول بنبدأ نعمل زوم ان وزوم اوت. طيب عشان تظبط الحجم بالظبط تروح جاي دايس على الحتة دي وهتدوس على فيت هيرجعها لك تاني مظبوطة. طيب احنا اول حاجة بنعملها، اول حاجة عندنا بنبدأ نعدلها وهو الصوت. طيب بنعدله ازاي؟ بخطوات بسيطة جدا. اول حاجة انا بعملها عن طريق موقع خارجي، فانا عايز الصوت بس مش الفيديو. هتروح جاي دايس هنا كنترول ام، ده كأنه بيعمل لك اكسبورت للفيديو، وهنا هتروح جاي مختار ادابتيف هاي بت ريت، وهتروح جاي قافل الفيديو عشان احنا عايزين بس الاوديو. جميل. وهتروح جاي عامل له اكسبورت. طيب
بعد كده هنروح جاي داخلين هنا على الداونلود ومعانا الملف دلوقتي. طيب هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ هنروح جاي داخلين على جوجل وهنروح جاي كاتبين موقع اسمه aphonic.com، هو الموقع اللي ظاهر قدامك ده، وهتروح جاي دايس عليه. طيب بعد كده هنا بيقول لك دروب اوديو، في الاول حاجه هيقول لك تسجل في الموقع عادي خالص، تعمل تسجيل بالايميل بتاعك. بعد كده هنروح جاي جايبين ملف الصوت اللي احنا عايزين نبدأ نحسنه ونحطه هنا، وهتسيبه زي ما هو وهتعمل ستارت برودكشن، وهو بياخد ثواني بسيطة جدا وهيبدأ يطلع لك ملف الصوت متعدل وجاهز. طيب هو دلوقتي الموقع خلص الصوت حسنه، هنروح جاي داخلين على الام بي 3 وهتروح جاي عامل له داونلود، هيطلع معاك علامة التحميل، هتحمله كده خلاص، احنا ملف الصوت بقى جاهز عندنا. ادي ملف الصوت اللي احنا لسه محملين، جميل. هتروح جاي داخل على البريمير وحاطط ملف الصوت تحت. طيب هو بيروح جاي حاطط علامة مائية، صوت علامة مائية، إشارة مجانية، ساعات بيحطها في الأول أو بيحطها في الآخر. أيوه. طيب جميل، هنروح جاي عاملين إيه؟ هنحدد على التلاتة ونخليهم في النص زي ما موضح كده، هتجيب التراك اللي احنا لسه جايبينه وهنخليه زي ده في الآخر، في الحتة اللي في الآخر هنخليهم زي بعض، بس هو كده التراك مظبوط، والحتة اللي في الأول دي اللي فيها الزيادة، وهتروح جاي شايله بس، وهتروح جاي مرجعهم تاني للأول. عشان تتأكد هتفتح أي حتة في النص وتروح جاي سامع. أنا الدكتور عبد الرحمن بعباد. جميل جدا. هنروح جاي عاملين إيه؟ هتحدد على ده الصوت الجديد، هتخليه فوق الصوت القديم، جميل، وهتروح جاي محدد على الاتنين وهتعمل لهم لينك. طيب انت ممكن تحسنه اكتر لو في مشكله، في طريقه تانية، هتروح جاي داخل على الافكت وهتكتب ماسترنج، بعد كده هتلاقي الافكت ده، هتروح جاي مختاره ومنزله تحت. طيب جميل، بعد كده بتروح جاي دايس على edit وبتبدأ هنا تغير في القيم دي لحد ما الصوت يظبط معاك، بس انا مش محتاجه، فانا هروح جاي عامل كنترول زد وشايله، انا مش محتاجه، انا شايف الصوت كويس. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا وحسنا الصوت، هنبدأ دلوقتي نقص اللقطات اللي فيها سكوت. طيب عندنا كام طريقة؟ في طريقتين ممكن نعملهم. ايه اول طريقة؟ هتجيب اول حاجة الريزر تول او اختصارها من الكيبورد سي، ولازم تتعود على الاختصارات لانها هتسرع عليك شغلك، جميل. بعد ما هتدوس عليها هتروح جاي مرجع تاني السلكشن تول، او بتدوس على الكيبورد على حرف الفي وتروح جاي دايس ديليت وتعمل الفراغ الاسود ده ديليت تاني. طيب في طريقة اسهل، في طريقة اسهل واسرع، ايه هي؟ بتروح جاي هنا، انت مثلا الحتة دي فيها سكوت، الحتة دي هتروح جاي دايس على الريزور تول، على اللي هي علامة المقص، وتقص الحتة دي. طيب لحد الحتة دي، بعد الحتة دي فيها كلام، بتروح جاي دايس ايه على كيو، شفت شالك الحتة دي. طيب نعملها تاني عشان برضو ايه تثبت معاك. مثلا الحتة دي عندنا فيها سكوت، هتروح جاي دايس على ايه، ادي اولها، هنروح جاي قصنها، اخرها الحتة دي، هتروح جاي واقف عندها ودايس على كيو، والطريقة دي اسرع بكتير. طيب انا هعملها معاك على على كام حتة تانيين برضه عشان تثبت، وبعد كده هعملها انا ونرجع تاني نشتغل على الفيديو. ادي زي ما انت شايف، هندوس على سي وهنحدد الحتة دي، ادي الحتة دي كلها فراغ، خلاص الفراغ خلص هنا، بتروح جاي محدد عليها ودايس كيو، يروح جاي شايل لك الحتة دي كلها، تمام. ادي نفس الكلام، تروح جاي واقف هنا اهو ودايس كيو. طيب انت هتقص اي لقطة فيها فراغ زي كده، هتلاقي بص هنا في ويفز عشان في كلام، والحتت دي عشان ما فيهاش كلام، فهنا ما فيهاش اي ويفز. طيب وهتبدأ هتسمع التايم، هتسمع الفيديو كله كامل، وهتشوف اي لقطات بيعيدها، اي حاجه اتعادت بتروح جاي شايلها لحد ما يبقى عندك معاك التراك نضيف بالكامل. فانا علشان ما اضيعش وقتك انا هعمل الخطوات دي وهرجع لك تاني على طول. طيب رجعت لكم بعد ما خلصت القصقصه للقطات كلها، هيبقى شكل التايم لاين عندكم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب ايه تالت حاجه بنعملها؟ نبدا نضيف الكابشن. طيب انا بضيف الكابشن عن طريق اضافه اسمها ايه، عن طريق اضافه اسمها سبس. طيب انت ممكن ما تبقاش عندك، او في الاغلب هتروح جاي داخل هنا على جوجل وهتكتب سبس،
زي ما انت شايف، وهتخش على اول لينك قدامك وهتبدأ تسجل فيه، وانا هسيب لك رابط الاضافة برضو في الوصف عشان تسجل منها على طول. طيب هي بتديك اول ما بتشترك فيها 3 دقايق مجانا ممكن تستخدمهم، ولو حبيت تجربها اكتر ممكن تبدأ تشترك في الباقات بتاعتهم. طيب اول ما بتفتحها بيبدأ تظهر لك الواجهة اللي انت شايفها قدامك دي. طيب إحنا ممكن هنا تعمل إيه، عندك النصوص في حاجة اسمها in وout وsequence. طيب يعني إيه الفرق بينهم؟ لو عملتها sequence هيروح جاي يشوف أي voice موجود على الtimeline، يروح جاي حاطط لك عليه caption. بس عيبها إيه، لو أنت مثلًا بتقص وعندك مثلًا فيديو كبير 10 دقايق مثلًا أو حاجة، وفي حاجة أنت قصيتها والحتة دي كلها مثلًا ما فيهاش أي حاجة، ونسيت هنا حتّة voice قصّيتها بالغلط أو حاجة، فممكن إيه برضه هيحُط لك عليها caption وأنت مش محتاج. طيب أحسن حاجة أنا بافضّلها الin والout. طيب أنت لو جيت عملت in وout دلوقتي مش هيشتغل، تعالَ بُص كده نجرّب. هيقول لك أنت مش مختار الin والout بتاعتك. طيب نبدأ نعملها إزاي؟ هتروح جاي هنا رايح على الtimeline وهتيجي عند آخر حتّة، وهتروح جاي دايس على حرف الO. كده إحنا حددنا الtimeline اللي إحنا محتاجين نحط له الكابشن. تعالَ كده نجرّب. زي ما أنت شايف اشتغل على طول وعمل لك الtimeline، ما بيكمّلش معاك دقيقتين أو حاجة وبيبدأ يشتغل على طول. فزي ما عرّفتك خلّيك دايمًا في الin والout، عشان حتى بعد كده مثلًا ممكن ما تحتاجش إلا معاك فيديو دقيقة، فأنت عايز الكابشن مثلًا في حتّة واحدة بس، فأنت هتحدد على أول 10 ثواني مثلًا، والباقي أنت عارفه مثلًا هتضيف B-roll أو مشاهد تانية هتعملها من برّه، فأنت مش محتاج تضيّع الدقايق بتاعتك اللي هي بتبقى أصلًا محدودة أو هي بفلوس. فدي بتبقى أحسن طريقة ليك. طيب هو دلوقتي هيخلّصها وأول ما هيخلّصها هارجع لكم. طيب دلوقتي بعد ما الموقع خلّص الكابشن وضافه زي ما أنت شايف بالشكل الجميل ده. طيب إيه الخطوات اللي إحنا بنعملها عشان الكابشن ده يطلع معانا بأحسن حاجة؟ كده الكابشن أنا باضبّطه على الafter effect وهاعرّفك إزاي تطلع بكابشن احترافي زي اللي أنت شُفته في الفيديو. طيب أول حاجة بنبدأ نعملها إيه في الكابشن؟ هتروح جاي محدد لي على كُلّه، وهتروح جاي دايس على قايمة properties. جميل. أول حاجة هنعملها عندك هنختار الfont. طيب هنا عندي فونتات كتيرة، أنت اختار الأحسن ليك. أنا عندي مثلًا أنا أهو عندي في الباكة بتاعتي أنا مجمّع الفونتات كلّها اللي بتلاقيها في viral على السوشيال ميديا، أكتر من 30 فونت. تبدأ أنت تختار اللي يعجبك منهم وبتبدأ تستخدمه، أو لو العميل بيفضّل font معيّن فأنت بتشوفه. فأنا مثلًا هاختار الماريا. جميل. ومثلًا هاخلّيه bold والsize بتاعه هاكبّره كده شوية. طيب وهتنزل تحت عند قايمة الalign والtransform، هتيجي عند الzone دي وهتروح جاي مخلّيها هنا في النُص. ممتاز. إحنا كده طيب دايمًا الكابشن بيبقى مكانه فين؟ تحت الرقبة، في الحتّة دي كده بالضبط، أو ممكن كمان ننزّله سِنّة صغيّرة كده. ده دايمًا مكان الكابشن المناسب، عشان يكون عين المشاهد دايمًا شايفاه ويكون مضبوط. طيب إيه تاني بنعمله؟ بتيجي تنزل تحت وبتشيل الshadow. أنا كده مش محتاجه لإن أنا باعدّله على الafter effect وباحط أنا هناك بقى shadow studio وباحط حاجات تانية أحسن بكتير. طيب بعد كده بتبدأ تعمل إيه، بتبدأ تمشي على الtimeline وبتشوف الكلام ده اللي بيتقال هل فعلًا مضبوط. هو في الأغلب بيبقى صح، بس أنت بتبدأ ممكن يكون غلط في كلمة، غلط في حرف، فأنت بتمشي وبتبدأ تصحّحه. وفي غلطة أنا ما خدتش بالي منها، بس دي برضه هاعرّفك إزاي تعملها. هنا بُص، بتلاقي في فواصل لمّا بيسكت أو حاجة بتلاقي الحتّة دي مش باينة، فإحنا ممكن إيه، تروح جاي مطوّلها كده. بس هي ممكن من برنامج صبس نعملها، بس أنا ما خدتش بالي. هتخش على البرنامج وهاعرّفك إزاي تعملها. هتعمل إيه، هتعمل نفس الإعدادات وكل حاجة، مش هتغيّر أي حاجة، بس هتيجي عند تمديد النصوص دي وهتفعّلها، وهو هيعملها لك لوحده. بس أنا عشان ما خدتش بالي فإحنا ممكن إيه، هنمدّها يدويًا أو ممكن نضبّطها إحنا على الafter effect. طيب جميل. أنا بعد كده ما إيه، أنا كده خلّصت اللي عايز أعمله على البريمير، مضبوط. طيب آخر حاجة هتروح جاي محدد لي على الكابشن، وهتيجي لي عند graphic and titles وهتعمل لي upgrade caption to graphic عشان نعرف نعدّله على الafter effect. طيب دلوقتي هنبدأ نخش على الafter effect، هنحدد على الtimeline كلّه، وهنروح جاي دايسين كليك يمين
وهتدوس replace with after effect composition. طيب إحنا كده عملنا إيه؟ هنبدأ ننقل الdata اللي أنت شايفها دي على الafter effect، وهاعرّفك إزاي تعرف تضبّط الdata دي كويس على الafter effect عشان تعرف تستخدمها، لإن أكيد ليها ترتيبة. طيب هنا بيقول لك هنسميه مثلًا هنسميه زي ما إحنا كنا مسميينه test 1 وهندوس save. هيبدأ هنا يرُص الحاجة زي ما أنت شايف قدّامك. طيب بُص، هنا عندك الفيديو والحاجة زي ما أنت شايف كبيرة، ودي ممكن تحصل لك، أو ممكن تيجي مضبوطة، أو ممكن تحصل لها زي ما أنت شايف. طيب هنعمل إيه؟ هنروح جاي محددين على الفيديو هنا الtimeline بتاع الفيديو من أول، بُص شايف شكله؟ ده النصوص، من أول هنا كده الفيديو، هتروح جاي دايس ونازل تحت، هتيجي عند آخر واحد وتدوس shift وclick، هيحدد لك الtimeline ده كله. طيب جميل، وهتروح جاي فاتح الscale، هتدوس على حرف الS ده الاختصار بتاعه، وهتروح جاي مقلّله زي ما أنت شايف. هنا ممكن تقلل الجودة تخلّيها quarter علشان الtimeline يبقى أسهل وأسلس معاك، زي ما أنت شايف. أنت كده ضبّطت مكانه، هو هتلاقيه بالضبط 89 بالضبط. طيب جميل. طيب هل دي كل حاجة إحنا ضبّطناها؟ لأ، هتروح جاي دايس على حرف هتحدد الtimeline كده زي اللي إحنا واقفين عليه، هتلاقي معمول علامة الأزرق كده، وهتدوس على حرف الزال، هيكبّر لك الtimeline بالشكل ده. طيب جميل، إحنا عايزين الكابشن ده نخلّيه كنَص عادي في الafter effect. طيب إحنا هنعملها إزاي؟ هتحدد لي عليهم كلّهم الكابشن، وهتدوس على layer، وفي إضافة أنا برضه إن شاء الله هاسيبها لك في الوصف اسمها unprecompose، هتحمّلها وهتثبّتها، سهلة جدًا يعني ما فيهاش حاجة. هتدوس عليها وهتسيب الإعدادات دي زي ما هي وهتدوس OK. طيب هيعمل إيه؟ الحاجات دي بدل ما كانت في الcomposition شالها وخلّاها بشكل نصوص عادي جدًا عشان نعرف نعدّلها. طيب بسم الله، دلوقتي المكان بتاع الكابشن طلع فوق سِنّة، ده عادي هنحدد عليه كلّه، وهنروح جاي منزّلينه. هنا عن طريق إيه، عن طريق الposition هندوس على حرف B، وهنروح جاي عادي منزّلينه زي ما أنت شايف. ممكن ننزّله أكتر شوية. طيب أول حاجة عايزك تبدأ تعرفها الanchor point بتاعة النصوص دي كلّها مش مضبوطة. طيب يعني إيه anchor point؟ شايف النقطة اللي هنا دي؟ دي اسمها الanchor point، نقطة الارتكاز. إحنا عايزينها تبقى في نُص الكلام عشان أي إفكتات نعملها تبقى مضبوطة عليه. طيب هنعملها إزاي؟ هنفضل نمسك نَص ونعملها؟ لأ طبعًا، هتدوس على control alt home، كده إحنا عملناها لكلّه. ده اختصار بتاعها، تاني control alt home، هيبدأ يضبّطها لك في النُص بالضبط من غير ما تعمل أي حاجة. طيب أول حاجة نبدأ نعملها قبل ما نشتغل، عايزين نضبّط شكل الكابشن. طيب هنبدأ نعمل إيه؟ أنا عن نفسي أنا مجهّز preset لكل حاجة. طيب هنبدأ نخش على قايمة effect، أنا عندي قايمة effect شايلها، لإن أنا في إضافة إن شاء الله هاسيبها لكم في الوصف، عن طريق بتدوس على الlayer وبعد كده بتدوس control space بيبدأ يطلّع لك القايمة دي تبحث عن الeffect اللي أنت عايزه. طيب لو الإفكتات مش ظاهرة عندك بتجيبها منين؟ بتخش على windows بتدوس على effect and preset هتلاقيها ظهرت لك. جميل. طيب أنا هابدأ أعدّل أول نص، هادوس control space وهابدأ أكتب اسم الpreset اللي أنا عامله. طيب جميل، هابدأ أخلّيها بالإنجليزي. طيب ده اسم الpreset، ده الpreset ده أنا جايبه. طيب هابدأ أدوس عليه، هيبدأ يعمل لك الشكل ده، الشكل ده بيبقى جاهز على طول، أنت مش محتاج تعمل أي حاجة بتشتغل عليه على طول. هنبدأ نعدّل ألوانه ونضبّطه. طيب البريسيتات دي أنا بابقى مجمّعها عندي في باك أنا عاملها. هنا عندك بتبدأ تيجي تخش على قائمة preset، هنا بتلاقي عندك بريستات كتيرة أنا مجمّعها. هنا بتبدأ تشوف الأنسب ليك، ودي بتسهّل عليك شغلك وبتسرّعه جدًا. طيب أنت برضه عشان لو معاكش البريستات دي، وهتلاقي الباكة دي برضه اللينك بتاعها في الوصف، عندك هتلاقي دي الإفكتات، هتضيف gradient ramp والlight sweep وshadow studio 3. shadow studio 3 والحاجات دي بتبقى الإضافات دي ممكن تبحث عنها عشان بتبقى في منها مدفوعة، بس أنا برضه باوفّرها في الباك عندي زي ما أنت شايف. أول حاجة بنبدأ نعملها
نبدأ نغير اللون على حسب ألوان البراند اللي الشخص بيشتغل بيها أو اللوجو بتاعه بتبدأ تختار منه. فأنا مثلا هخليها أبيض. طيب جميل. عندك CC لايت سويب ده هنا بيدي نور على النص بس مش هيبان عشان هنا بيبقى النور أبيض، فأنت ممكن تغيره هنا لأي لون أو تغير لون النص نفسه. طيب جميل. هنا عندك في الشادو ستوديو شايف الفرق؟ بيدي شكل جميل جدا للنص. طيب أنا ممكن أقلل الشادو ستوديو ده شوية، ممكن أجي هنا مثلا أخليه عند الأوباستي والستارت أخليه 70، ممكن أقلله حاجة بسيطة، أو لو أنت عايزه 100 دي برضو براحتك، دي كلها ذوقيات. والديب جلو دايما عندك على حسب الديب جلو بتاعك، عندك في ديب جلو 1 وفي 2، في بيبقى كذا إصدار. بتيجي عند الإكسبوجر وبتخليه هنا عشان دي مهمة عشان ما يبقاش منك أوفر، بتخليه 0.01 مش 1 لأ 0.01. طيب جميل. طيب بعد ما بتخلص شكل النص احنا ما بياخدش معانا حرفيا دقيقتين عشان احنا مجهزين البلجن ومجهزين كل حاجة عندنا. بتروح جاي محدد لي عليهم كده كلهم، عامل لهم كنترول سي، وبتروح جاي عند تاني نص عشان احنا عملنا على الاول بس ما عملناش على التاني، تيجي عند التاني وبتحدد كل النصوص زي ما انت شايف، تروح جاي دايس كنترول في. طيب كده عندك النصوص كلها بقى عليها الإفكت. طيب بعد كده نبدأ نعمل إيه؟ نبدأ نشتغل على الهوك. ده الفيديو عندنا، تعال نتفرج على الفيديو ونشوف أنا عملت إيه في الهوك. تدخل اليوتيوب وتشوف مئات فيديو في الربح من الإنترنت لكن تطلع من الفيديو أكثر. طيب جميل، تعال نبدأ نكون أول مشهد. طيب بسم الله. أول حاجة هنعملها نقف في أي حتة فاضية وندوس كليك يمين، وهندوس على نيو وهتعمل لي سوليد. أنا مش هتفرق معايا بأي لون بس أنا هخليها أبيض، وأنا كده كده هغير اللون. جميل. وهندوس كنترول شيفت سي. احنا عملناها كده ايه في بري كومبوز عشان هنخش نشتغل عليها لوحدها بعيدا عن اللخبطه عشان ما نتلخبطش، وفي الاخر كل حاجه هتظهر في الافكتات بره. طيب اول افكت بنحطه اسمه جريدينت رام. طيب جميل، هو ده. هتعمل ايه؟ هتخلي لي كلمه لينير دي راديال، وهتجيب النقطه اللي فوق هتخليها في النص، والنقطة اللي في التحت دي اللي هي هنا دي تروح جاي سحبها لي تحت عشان يعمل لك الشكل التدرج ده من النص، تدرج من الدايرة. طيب أول حاجة أنا عايز الحتة البيضة اللي في الأطراف دي تبقى سودة، والحتة دي تبقى بأي باللون بقى اللي احنا كنا شغالين بيه، مثلا باللون ده. انت بظبطها أكتر، أنا هبعرفك الفكرة. طيب تاني حاجة كنا ضايفينها، هتعمل لي لللاير دي كنترول دي وهتضيف لي افكت اسمه جريد. طيب جميل. وهتيجي عند العلامة التانية دي وهتظبطها لحد ما الشكل يبقى مناسب معاك مثلا. طيب كده كويسة. طيب هنخلي بس دي فت. طيب هنا عندك الإعداد دي لازم تظبطها. أول حاجة البوردر دي السماكة بتاعة الخط هتخليها لي 3.5، وهتخلي لي الأوباستي 70. طيب وفي نفس اللاير اللي عليها الجريد هتضيف لي إفكت اسمه تيربننت ديسبليس، وهتخلي لي الأماونت 15 عشان يبقى عندك بالشكل الجميل ده. طيب ده احنا حاطينه ليه؟ علشان يدي شكل الخلفية ورا ويبقى بيتحرك. طيب ازاي هيتحرك؟ هتيجي عند كلمة evolution دي وهتدوس على النقطة دي كده، انت عملت كي فريم، وهتدوس على يو هنا، وهتيجي مثلا قول بعد 5 ثواني 6 ثواني، وهتلف الدايرة دي لحد 340 مثلا، ما تخليهاش أكتر من كده عشان مش ترجع تاني للصفر لأنها آخرها 360، وهتروح جاي دايس F9 عليهم. طيب خلاص ماشي. طيب ايه تاني هنضيفه؟ لو انت جيت شفت الفيديو هتلاقي كانت تحس ان الخطوط والحاجة متاكلة من الجناب. طيب ازاي هنعملها؟ هتيجي برضو عند الحتة اللي فيها جريد وهتضيف افكت اسمه CC فينيت، ده بيدي الحوافل اللي انت شايفها دي، شايف الخطوط اتاكلت بس مش ده الشكل اللي انا عايز اوصل له. طيب هنعمل ايه؟ هتدوس كليك يمين في اي حتة فاضية وهتجيب لي adjustment layer. طيب جميل. بعد كده هتضيف لي عليها برضو CC فينيت. طيب بص كده وصلنا للشكل اللي احنا عايزينه، بس الاماونت حاجة مقللها لي شوية
بس، وفي دي ممكن الاماونت بتاعت السيسي فينيت انت بقى ايه، لا ممكن مثلا ايه ظبطها انت بقى براحتك. انت فهمت الفكرة، انا وصلتك للشكل بالظبط اللي انت عايزه. طيب صح، بالنسبة للخطوط اللي انا كنت عاملها دي بتجيبها ازاي؟ بتدوس هنا على الحتة دي وبتدوس على تايتل اكشن هتجيبها. طيب دي ايه لازمتها يا محمد؟ دي لازمتها ان بتعرف السيف زون اللي انت بتشتغل عليها، يعني الحتت اللي بره الحته الحمراء دي على السوشيال ميديا ما بتبقاش باينه. طيب ليه؟ دي اللي بيكون فيها علامه ان الناس تعمل لك متابعه، اللي يعمل لايك كومنت، تبقى في الحتت اللي في الجنب دي. فيفضل الحاجات الرئيسيه تبقى في النص، زي الكلام لو في عنصر مهم، الحاجات تبقى في النص. طيب جميل ماشي. طيب نبدأ نكمل المشهد بتاعنا كده. احنا بقينا ايه؟ بقالنا أول حاجة أيقون اليوتيوب، وبقالنا السكرين ريكورد. أول ما هتدخل الأيقون بتاعت اليوتيوب، طب ممكن تجيبها منين صح الأيقون؟ هتكتب على جوجل، هتكتب يوتيوب BNG، أو تخش على موقع فلات أيقون مثلا من المواقع الجميلة جدا، وتبحث عليه على أيقون يوتيوب. طيب هنصغرها من السكيل، بتدوس اس يفتح لك السكيل وتصغره. طيب جميل. احنا اخد كذا افكت مع بعض، تعالى نعملهم. أول حاجة شادو ستوديو. أول ما هيظهر معاك هتجيلي عند الأوباستي والستار هتخليها لي 50، وهتروح جاي برضه ضايف لي الديب جلو. الإفكتات دي عموما هتلاقي أغلب الناس بتستخدمها، يعني الإفكتات دي من كتر ما أنت هتشتغلها إن شاء الله هتحفظ القيم والحاجات دي. الديب جلو هتجيلي عند الإكسبوجر هتخليه 0.01، تروح جاي عامل أوكي عشان يبقى إيه، مديك الشكل الخفيف ده. طيب جميل. في حاجة تانية كان الايكون نفسها كانت بتلمع من الجناب، ودي اعملها في اي ايكون عموما بتدي شكل جامد جدا. تعال اقولك ازاي تعملها. هتجيب افكت اسمه CC لايت سويب. طيب جميل. واول ما هيجي شفت النور ده هو ده، طيب هتخليه هنا. هتروح جاي عامل ايه بقى؟ عند الويتس هتروح جاي مزوده، وعند السويب انتنستي هتخليها 0، وهتزود دول كده شوية. شايف بص اهي عملت معاك الشكل. ممكن بقى انت لو عايز تزودها اكتر زود من هنا، غير في القيم بقى براحتك وهتلاقي معاك الشكل ده. طيب جميل. طيب انا عايزها هنا وهنا، طب هنعملها تاني؟ لا، هتروح جاي اعملها لي هنا كنترول دي تعمل لها تكرار، وهتجيبها من الزاوية دي كده وتروح جاي ساحبها وحاططها هنا. طيب عسل عسل. طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ ممكن تخلي الشكل ده 3D لو انت عايز. ازاي؟ هو 2D، ازاي نخليه 3D؟ في اضافة اسمها 3D اكسترودر، هتخش على ويندو تنزل تحت، هي دي الاضافة دي ان شاء الله ربنا يذكرني واسيبها لكم ان شاء الله في الملحقات مع الحاجة. تعالى دايس اكسترود، في خلال ثواني هيروح جاي مخلي لك الشكل 3D. طيب ازاي نعرف ان الشكل فعلا 3D؟ هتدوس على كلمة R هيفتح لك الروتيشن. لو واخد بالك انا هعمل لك كومبوزيشن وعمل لك هنا الاوبجكت تانية. دوس على الروتيشن مثلا، شقلب، بص بقى ليها ظهر ووش وقفا وكل حاجة. طيب جميل. طيب احنا ممكن نسيبها ماشي كده. ممكن تيجي عند الاوباستي وتخففها مثلا سنة كده، انا حاسسها كده شكلها احسن، بقت اهدى للعين. وكده كده السكيل والحاجة يبقى احنا هنظبطها مع بعض. طيب في حاجة تانية ناقصانا، في حاجة تانية ناقصانا. طيب هنبدأ نخش على السكرين ريكورد. طيب ادي السكرين ريكورد كبرها لي. طيب بص هنا عندك في فوق العلامة الحمراء بتاعت التسجيل والبطارية والحاجة، احنا ممكن نسيبها. طيب بس احنا ممكن هقول لك ازاي لو عايز تشيلها. تعالى بس نيجي في حتة قدام بس ما يكونش فيها وضع عدم الإزعاج. طيب هتعملها ازاي دي يا محمد؟ شيل دي بس اكس، هتيجي عند العلامة دي الريكتانجل تول، تدوس عليها وهتروح جاي محدد من غير الحتة اللي فوق زي ما انت شايف يا عم. كده احنا شلنا الحتة اللي فوق في ثانية، عملت ماسك انت كده في ثانية على طول كده انت خلصتها. تعالى دلوقتي نديها الافكتات اللي هي اخدتها. اول افكت اخدته شادو ستوديو، بس بقى هتخففه خالص، خليه مثلا 20 مثلا او حاجة. طيب وهنضيف ايه تاني؟ هنضيف ديب جلو. قلت لك الافكتات دي بتتحط على اي حاجة عشان بتدي شكل جميل جدا. هتخليها 0.01،
1. بس خلي بالك الديب جلو 1 ما فيهوش الكلام ده، هتلاقي الاعدادات دي مختلفه اكتر يعني، فانت هتظبط القيم لحد ما توصل. ديب جلو 2 دي اعداداته عشان ده اللي بشتغل بيه حاليا. طيب عايزين نضيف ايه تاني؟ إيه رافن ايدجز، لان الحواف كانت في الفيديو كانت الحواف دي دائريه مش حاده كده. طيب يا محمد، يلا هنضيف هنا رافن، والإفكتات دي مع كتر التكرار بإذن الله هتحفظها. طيب هتيجي عند البوردر وهتخليها 100. احنا شكلنا حددنا الحاجة غلط، أيوه حددنا حاجة غلط. هتيجي هنا هي دي اللاير، مؤاخذة، هنا هتدوس رافن ايدجز. طيب هتخلي البوردر 100، جميل، وهتخلي هنا الإيدج شاربن 10، ودي هتخليها 0. طيب هنا عشان تظبط الشكل أكتر بعد ما خلصت هتيجي عند البوردر وتقلل وتقلل لحد بقى ما توصل للشكل اللي انت عايزه. شايف بقت الحواف دائرية ازاي؟ طيب جميل. برضو احنا ممكن نضيف CC لايت سويب، بس انا عشان مش عايز اضيع وقت اكتر من كده، انت عرفت ازاي تعمل CC لايت سويب على الاطراف وتظبطها. طيب تعالى نبدأ نحرك. اول حاجة نلغي دي وتجيلي عند الايكون. طيب اهم حاجة تظبط لي مكانها هنا كده. طيب اول حاجة هنبدأ نعملها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلى على النبي، هندوس على حرف B شيفت تي، وهندوس برضو على شيفت ار. كده يبقى احنا فتحنا البوزيشن والاوباسيتي الشفافية بتاعته، والبوزيشن ده اللي هيحركه، والاورينتيشن عشان لو عايزين نعمل فيه شكل مثلا زي كده، الشكل اللي انت عايزه. طيب جميل جميل. اول حاجة هتيجي عند الاول هنا، انا معرفش كنت بعمل هناك، هتروح جاي مدي كي فريم لكله. طيب احنا عايزين شكله ماشي يبقى هنا كده في النص، وممكن تديله مثلا شكل في الاورينتيشن مثلا 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 الشكل ده جميل. كده انت مديله كي فريم على كله، هتروح جاي جايب الكي فريم دي كلها وحاططها قدام. طيب ايه اللي احنا بنعمله؟ احنا عايزين الشكل بعد ثانية يبقى يوصل للحتة دي. طيب قبل الثانية عند ثانية صفر لا، انا راح جاي عامل زوم اوت بالسكرول ومنزل الشكل ده كده تحت. جميل. وهخلي الاوباسيتي 0. حلو. وممكن تلعب بقى في الأورينتيشن والقيم دي عشان يدي معاك مثلا شكل جميل. احنا بقى انت ايه هتجرب، انا هيبقى اجرب معاك برضه. اهم حاجه بس تعملها انك بعد ما تخلص الشكل اللي انت عايزه، عشان انت كده كده هتبدا تجرب اكتر من مره لحد ما يظبط معاك الشكل، هتحدد لي على كله وهتدوس F9، وهتيجي عندي الحته دي الجراف اديتور. طيب ممكن يظهرش معاك الشكل ده، طيب ازاي اظهره يا محمد؟ هتيجي عند الحته اللي تحت دي عند تشوز جراف طيب وتدوس عليه، هتعلم على كلمة edit speed graph وهتظهر معاك بإذن الله. هتحدد لي عليهم، هتخلي الحتة اللي في الأول دي تسحبها كده على الآخر شمال، ودي هتسحبها عليها. طيب كده احنا عملنا ايه؟ خليناها تبقى سريعة يعني ايه؟ سريعة جدا في البداية وترجع وفي الآخر تبقى بالراحة خالص. طيب تعالى نشوف مع بعض الشكل. بسم الله. ممتاز، شكلها جميل جدا. طيب انا شكلها عاجبني. الصوت اللي كان بيظهر ده بس صوت الريكورد اهو، ده جاي من عند الصوت ده شايله. طيب احنا ممكن عشان تظبطها اكتر بس عشان ما تضيعش وقتك هتعمل ايه؟ شايفها سريعه مثلا، هتيجي عند دول وتروح جاي ساحبهم قدام عند الثانيه 2، وتيجي من عند الجراف وتروح جاي مهديه شويه شايل دي مثلا كده. بس انت خلاص فهمت الفكره. طيب تاني حاجه كانت عندنا تدخل اليوتيوب. طيب احنا ممكن نجيبها من هنا. يلا تدخل اليوتيوب وتشوف عايزين، احنا هنحتاجها بره مش في المشهد هنا، فهتدوس كنترول اكس هيعملها لك كوبي وهيشيلها لك من الفيديو ده، وتروح جاي هنا اعملها لي كنترول في. طيب جميل. ادي تدخل اليوتيوب ماشي، خليها هنا بس عايزين نوصل للشكل النهائي. ماشي. طيب هنا شكلها مظبوط، بس انا عايز كلمة تدخل اليوتيوب من غير كلمة تشوف. ماشي ماشي. طيب هتروح جاي عاملها سكيل وتظبط شكلها، عايز تضيف لها افكت مثلا، عايز تغير اللون مثلا تخليه احمر تخليه اصفر، انت بقى ظبط الشكل اكتر يعني. مثلا نخليها انا اخليها ابيض تاني وخلاص، انا مش هألف. بعد كده هتروح جاي عامل ايه؟ هي ظهرت عندنا في الفيديو على ما اعتقد كانت تكست اب، كانت بتطلع من فوق لتحت. استنى كده، لا مش ده الفيديو، هو ده.
لكن تطلع من الفيديو أكثر بتدخل اليوتيوب وتشوف مئات، تدخل اليوتيوب وتشوف بالظبط. طيب برضو كان تدخل اليوتيوب دي ظهر عليها افكت برضو سي سي لايت سويب، هو ده برضو. بص ده من ضمن برضو البريسيت الجاهزة بتلاقيها موجودة. بص اهو زي ما انت شايف برضو دي بتبقى جاهزة، انا على طول ما عملتهاش، هي جاهزة في البريسيت. طيب هنعمل افكت التكست اب ازاي؟ برضو انا مجهزه تكست اب، برضو الحاجات دي انا كلها مجمعها اهو زي ما انت شايف، عملناها في ثانية. الانيميشن والحاجات البريسيت دي بتسهل عليك الدنيا جدا. طيب برضو عشان انت لو عايز تعمل شكل نصوص او حاجة ممكن تحمل الاضافة دي انيميشن كومبوزر، اكيد سمعت عنها كتير جدا. هتخش هنا عند الستارتر وعند التالتة دي، بص هتلاقي فيه افكتات نصوص برضو، هي عادية بس هتقضي معاك الغرض لحد ما انت تجهز البريسيت والحاجة تبقى يعني ايه حاجة كويسة. طيب جميل، ادي عندنا تدخل اليوتيوب. طيب جميل، تاني حاجة نبدأ نخش على السكرين ريكورد، برضو كان معمول فيها شغل 3D جميل. طيب أول حاجة هتعملها هتيجي عند علامة ال 3D وتروح جاي مفعلها. طيب جميل، وهتفتح لي بي شيفت تي شيفت ار. طيب بي البوزيشن، والتي دي للأوباسيتي، والار دي اللي هي الروتيشن. واحنا بندوس ليه شيفت عشان يفتحهم كلهم مع بعض. يعني انت لو دوست على البي بس، دوست بي بعد كده دوست تي، هيفتح لك هيقفل لك البي ويفتح التي، لا احنا عايزين كله، فبندوس شيفت بي شيفت ار. سهلة سهلة يا معلم. طيب هنرجع للأول، بعد كده هتيجي عند الاورينتيشن وهنبدأ بقى ايه نلعب فيهم براحتنا. كانت كده مثلا، عايزك بقى تلعب براحتك بقى ايه، وتروح جاي مثلا وده الشيفت اس، يلا ان شاء الله محد حوش، تروح جاي مكبر مثلا، يبقى الشكل معاك كده عادي. شوف انت الشكل الانسب ليك، انا عايز ابص على الفيديو بس انا عشان ايه مش عايز اطول وقت تدخل الفيديو. اليوتيوب وتشوف مئات فيديو في ماشي. ربح من الإنترنت. طيب ماشي مش مشكلة. طيب هتروح جاي عامل ايه، دايس لي على مدي الكل كي فريم زي ما اتعودنا، هتروح جاي محركها بعدها بثانية 2 زي ما انت عايز، وهنروح عامل زوم اوت بالسكرول وهتنزلها تحت. طيب جميل، وهتروح بس انا لا ما تلعبليش في الاوباستي قوي، يعني ممكن ما تخليهاش صفر مثلا، خليها حاجة بسيطة خالص ماشي. والروتيشن والحاجات دي انت بقى ايه دي بتاعتك وشطارتك بقى، اقعد العب فيها لحد ما الشكل يطلع معاك حلو. انا برضه هقعد ايه اكنف معاكم واعمل اي حاجه لحد ما ايه الشكل هيطلع في الاخر كويس ان شاء الله. بقى اهم حاجه بعد ما تخلص تروح جاي محدد لي على كله اف 9، تظبط لي الجراف، كنترول اس. جميل ماشي. زي ما انت شايف حصلت عندنا مشكله ان ايكون اليوتيوب ظهر من هنا. طبعا هنحل المشكله دي ازاي؟ هتيجي عند البوزيشن وتقف عند الكي فريم الاخيره اللي احنا وقفنا عندها، وهتروح جاي مزود البوزيشن. طيب جميل، وايكون اليوتيوب دي بس تعمل لها 3D اهي، بس هتلاقيها نزلت. طيب جميل، عايزك تيجي تبص، ماشي لسه باينه، هتروح جاي مزود اكتر. خلاص، بس اهم حاجه وانت بتزود تزود بس على الكي فريم التاني، ما تزودش في النص عشان ما تعملش كي فريم تالتة وهتلاقي الشكل باظ معاك. احنا مش مشكله، ممكن نزود خالص كده، وهتيجي عند السكيل وهتروح جاي مصغر، بس مفيش اي مشكله. واحنا بقى في البوزيشن عادي تروح جاي مرجعه هنا كده تاني ومظبط السكيل ولا اي حاجة عادي. تعال نبص كده، عادي خالص. انت كده فهمت الفكرة بالظبط وظبطتها لك اهو. بص شكل ال 3D، شكل الايكون اليوتيوب مش طالع منها والايكون طالع فوقيها. انت بقى زي ما عرفتك ممكن تلعب في القيم دي لحد ما تظبط الشكل وتطلعه زي ما انت عايز. طيب جميل، تعال اعرفك بقى ازاي عملت الانتقالة من المشهد ده للمشهد اللي بعديه، وبسيطة جدا بإذن الله. مثلا هنقول الإفكت اللي خلصنا المشهد لحد هنا. طيب جميل، هتروح جاي عايزين نقطع بقى اللاير دي، خلاص خلصناها، هل هنروح نجيب آخر اللاير ونمسك ونشد؟ لا، هتدوس على كنترول شيفت دي
كده انت قصيتها، تعالى اعمل ديليت، الحوار بسيط. طيب جميل. هتروح جاي عامل ايه؟ هتيجي عند الحته دي كده وهتضيف افكت اسمه بيرن، سي بيرن، بيرن فيلم. طيب سهله سهله. هتروح جاي عامل لي ايه؟ مدي لي كي فريم هنا عند كلمه بيرن دي، دوس كي فريم، هتدوس على حرف اليو عشان يظهر الكي فريم زي ما احنا اتعودنا، وهتروح جاي مزود لي هنا على الاخر واديهم اف 9. شايف الشكل معاك؟ دي الانتقاله اللي انا عملتها في المشهد. شايف؟ ممكن بس ايه عادي تكبرها وتبعدهم عن بعض شويه عشان الشكل يبان. جميله جدا. انت بقى تظبطها مع الصوت. عايزك بقى ايه، الحاجه دي بتاخد وقت، انا بعرفك الفكره وازاي اتعملت، وانت بقى معاك الفيديو ومعاك الداتا كلها وتبدا تظبطها. طيب تعالوا نبص ايه تاني اتعمل في الفيديو. الربح من الإنترنت، لكن تطلع من الفيديو أكثر ضياع. تدخل يوتيوب وتشوف 100 فيديو. خلاص احنا الربح من خلصنا دي. الإنترنت. ايكون الفلوس والجرين سكرين. طيب تعالى نعملها مع بعض يلا. انا اعملها معاكم عشان تشوفوا بس ازاي الجرين سكرين بنفصلها. طيب جميل ماشي. ادي الجرين سكرين مثلا اهي، هي نفس الايكون. هتروح جاي دايس سكيل وهتكبرها على الاخر وهتجيبها هنا في الاول كده. طيب جميل. ازاي بنفصل الجرين سكرين؟ بسيطة جدا. هتدوس على برضه كنترول سبيس وهتجيب افكت اسمه 1.2 كي لايت، سهلة. وهتيجي عند السكرين كلر وهتيجي عند الدروب دي بتخليها كده. بسيطة، بسيطة يا معلم. بس أنا دايمًا باحب إيه، هو كده الإفيه خلاص مضبوط ومش هتلاقي في ناس بتقول لك إفيكتات تانية الcolor key والكلام ده، لأ ده أسهل بكتير، أنا من غير ما أعدِّل في أي قِيَم الصورة طالعة جميلة جدًا. بس أنا باقول لك حاجة أحسن، دوس على الteal opacity وخلّيها بُص مثلًا، خلّيها مثلًا 80 بتاع، بتبقى أحسن من 100 يعني، بتدّي شكل سينمائي أكتر، ودي برضه حاجة أنت حُر فيها يعني، اعملها زي ما أنت عايز. طيب تعالَ نرجع للفيديو. لكن تطلع من دي برضه text up. الفيديو أكثر ضياعًا من قبل، لأن المشكلة مو في طيب برضه شكل الأنيميشن ده، أكثر ضياعًا من قبل، لأن المشكلة ده برضه عندي preset جاهز، مو في قلة. وأنت ممكن تشوفه برضه من Premiere Composer. طيب تعالوا نعمل الشكل بتاع الstroke ده، إزاي نعرف نحرّكه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هات لي مثلًا أي نص هنجرّب نعمل عليه. أول حاجة أنت بتضبّط شكل النص وبتضبّط ألوانه وحاجته، دي خلاص إحنا عرفنا إزاي. أنا هاعرّفك إزاي تعمل الstroke الأحمر اللي بيتحرك. طيب هتيجي لي هنا عند الpen tool ماشي، وهتفعّل الfill ده هتروح جاي قافله، والstroke هتعمله على اللون الأحمر. طيب جميل. وهتعمل إيه، أهم حاجة تضبّط حجمه خلّيه مثلًا 10، وهتدوس هنا نقطة، وهتدوس shift ونقطة هنا. طيب جميل. وهتيجي عند النقطة دي وتحرّكه وتزوّد بقى هنا السماكة بتاعته زي ما أنت عايز، وبرضه بنضيف عليه shadow studio deep glow. طيب تعالوا نعمل الحركة بتاعته. هتدوس هنا على كلمة add وهتضيف حاجة اسمها trim boss. سهلة، سهلة. هتظهر لك هنا، هتروح جاي فاتحها من السهم ده وهتلاقي عندك كلمة الend، هتروح جاي عاملها هنا 0 ودايس key frame. جميل. وهتروح جاي بعد كده تتحرك ثانية أو اللي أنت عايزه وتخلّيها 100، ونفس الكلام بتحددهم تعمل F9 وهتروح جاي ساحب السهم كده. طيب جميل. شايف عندك الشكل؟ آدي الشكل اللي كان معمول في الفيديو. طيب نرجع للفيديو نكمل. الطرق، المشكلة إنك ما تعرف أي طريق يناسبك أنت. الدكتور عبد الوهاب عباد وساعدت آلاف من الأشخاص إنهم يربحوا طيب تعالَ أقول لك إزاي المشهد ده اتعمل، وبرضه بسيط جدًا، يعتبر نفس الفكرة اللي أنا عملتها. شُفت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لمّا جينا حرّكنا أيقون اليوتيوب طلّعناها من تحت لفوق. طيب جميل. هو الشخص كان باعت لي صور نتايج العُملا دي، باعت لي منها كتير، فأنا عملت إيه، جِبت نفس الخلفية اللي أنا اشتغلت عليها بس من غير grid ومن غير أي حاجة خالص، ورُحت جاي كل عنصر زي ما أنت آخد بالك هنا، استنى بس، خلاص. أهو، زي ما أنت شايف كل عنصر رُحت جاي عامل له إيه، roughen edges، خلّيت الحواف كلّها دائرية، وحطيت CC light sweep زي ما أنا علّمتك، ورُحت جاي عامل shadow studio، رُحت جاي عامله على واحد، ورُحت جاي عامله على الباقي control C control V على الباقي. طيب جميل. رُحت جاي زي ما أنت شُفت إحنا عملنا
لليوتيوب من تحت لفوق تيجي كده صح؟ انا عملتهم كلهم نفس الكلام. الفكرة انك ازاي بس هترتبهم بس. انهم يربحوا ويختاروا طريقهم الصحيح في التجارة الالكترونية من خبرة تجاوزت حماس. طيب تعالوا نعمل افكت التعداد ده. طيب بإذن الله سهل. اول حاجة هتعمله، تعالى مثلا نيجي في حتة هنا، هات اي نص، هتدوس هنا على النص مثلا من فوق، نجيب نص جديد عادي ونكتب 0 ماشي، وكبره مثلا شوية. طيب جميل. هتروح جاي أول حاجة ضايفها لي إفكت اسمه سلايدر كنترول. ماشي، ادي سلايدر كنترول أهو. طيب جميل. وهتروح جاي عامل إيه بقى؟ عايزك تفتح لي إفكت هنا اسمه التكست، ادي التكست، وعند السورس تكست هتروح جاي دايس ألت ماشي، وهتيجي عند العلامة دي وهتروح جاي رابطها لي بدي. ماشي ماشي. وهتيجي هنا في الأول وهتكتب ماس ام كابيتال ماس دوت راوند. هي في طريقة أسهل من كده بس دي الطريقة اللي أنا بشتغل بيها. وهتروح جاي فاتح قوس جميل، وهتروح جاي القوس التاني ده هتشيله وهتروح جاي حاطه في الآخر. طيب جميل جميل. هتروح جاي قافل الكلام اللي احنا عملناه ده. طيب هتروح جاي عند الاستاذة كنترول وتحرك زي ما انت شايف. الحوار بإذن الله بسيط معاك. أهم حاجة عندك وانت بتكتب ماس الام كابيتال بعد كده ماس دوت راوند. عيد الفيديو هتلاقي الحوار سهل لو مشيت على نفس الخطوات يعني. طيب جميل. قعدنا جلسنا سوا وحللنا وضعهم. طيب الانتقالة دي موجودة ازاي؟ الانتقالة دي موجودة هنا برضو في البريمير كومبوزر. الإضافة دي مشهورة جدا وأكيد أنت سمعت عنها. هتيجي عندي هنا عند الانتقالات، بسم الله، هنا عند الانتقالات اهي ترانزيشن، وهي دي الانتقالة، هي دي بالظبط. طيب جميل. كمل الفيديو. تجاوزت 8 سنوات. قعدنا جلسنا سوا وحللنا وضعهم دي صورة برضو من على النت عادي. وعرفنا ايش الطريق الانسب لهم. واليوم انا اقدم لك استشارة مجانية خاصة فيك تحلل وضعك واشوف. وهنا اللقطات بي رول اللي احنا المفروض نضيفها في الأول. هنا بقى الحاجات دي كلها بسيطة، دي أصعب حاجة. أنا عرفتك أصعب حاجة إزاي تعملها في الفيديو. دلوقتي أنت شفت خطوة بخطوة إزاي عملت فيديو ريلز احترافي، والمفاجأة الفيديو ده متاح ليك بالكامل لو حابب تتدرب عليه بنفسك. وكمان وفرت لك ملف مجاني فيه مؤثرات صوتية وانتقالات وخلفيات. ولو عايز تستثمر في نفسك وتوفر وقتك في المونتاج وتعلم من سعرك، عملت لك باكج احترافي فيها كل الأدوات اللي هتحتاج تستخدمها. أكتر من 600 مؤثر صوتي احترافي وأكتر من 30 بريسيت، وهتلاقي البلجنز المهمة كلها اللي احنا اتكلمنا عنها، واكتر من 100 اوفرلي وشادو اسيت، دي الحاجات اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، واكتر من 40 فونت فايرال و350 3 دي ايكون تستخدمها على طول في شغلك، واكتر من 100 مؤثر صوتي، واكتر من 200 باك جراوند. وبص في حاجات تانية كتير جدا موجودة في الباك مش هقدر اعدها، تقدر تشوفها بنفسك، وعليها خصم العدد محدود جدا. لو عايز تستثمر في نفسك هتلاقيها موجودة. ولو محتاج خطة شغل مخصصة ليك أو محتاج حد يقيم شغلك ويوجهك خطوة بخطوة وتعرف أحسن نظام تشتغل بيه، احجز استشارتك دلوقتي وهتخرج منها بنظام تشتغل عليه شهور لقدام. وقول لي في الكومنت رأيك وعايز ننزل ايه الفترة اللي جاية.